بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا راح ندير مسكوتشو وديجا سبقت ودرتها من قبل، راح نزيد نعاودها. تفضلوا معايا. هنا 4 ضمات و كاس الا اسبوعين سكر عادي، كاس بعد الى اسبوعين زيت، كاس الى اسبوعين حليب، وهنا عصرة تاع قارص كاملة عصير ليمون، وهذا مبشور الليمون، وهذا للتزيين. طبعا لا لوفور راهي هنايا، وهنايا الفارينة بعد ما غربلتها 10 مغارف من الكبار تاع الاكل فارينة. وطبعا لا لوفور ملعقة صغيرة تاع قهوة، كاين صغار خلاص وكاين شويه، هذه ما عليهاش، تاع لافاني. وهنا نبدا نحضر المسكوتشو. هنا رشه ملح العظام، ونبدا بالباتر. بسم الله. وهنا نبدا نضيف السكر هو الاول، ونزيد نضيف الزيت. بسم الله. ونزيد بعد الحليب، نفس اللعبة اللي كيلت به السكر حرش، ونفس الكاس تاع الزيت، ونفس الكاس تاع الحليب. بسم الله. نزيد نضيف العصير تاع الليمون. بسم الله. مبشور الليمون، ملعقة تاع لافاني. نزيد نمزجهم مع بعضهم. هنا كما قلت لكم، هنا كيلت 10 مغارف من الكبار تاع الفارينة، نضيفهم كامل. بسم الله. وزوز باكيات خمارة على لوفور شيميك، زوز باكيات، زوز ساشيات كمان. نبدا ندير هكا قبل ما باش ما ترش فيا الفارينة، هكا نخلط هكا قبل ما نديرو بالكهرباء. نبدا ندير هكا باش ما يديرش فيا. هنايا بعد ما دهنت الصينيه بالزبده، نفرغ هذا الخليط نتاع المسكوتشا. بسم الله. هاي نصور بيد. وهذه المسكوتشا على طريقة أمي الله يرحمها، وراهي صدقة جارية عليا وعلى والدي، يا رب يرحمهم. ادعيوا لهم بالرحمة، على الأقل في التعليق ادعيوا لهم بالرحمة. دوك هذا نفرغو مليح ونرجع لكم. تجي هكا سائلة، تجي خفيفة. ما عطيتكم العبارة 10 ملاعق من الكبار تاع الأكل. هنايا ندير، وهنايا ندير بعود تاع الشواء او كوردون. بسم الله. هكا دير هكا، لازم ندير هاد باش ما يقعدش، تجي مليحه. وزيد المرتة ديرو هكا، تنفضو هكا باش تجي مستويه.
والان نحطها في الفرن يكون سخنته من قبل، تقعد تقريبا واحد 20 دقيقه او 25 دقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بعد ما خرجتها من الفرن دوك نحطها في الصحن التقديم ونحط لها المعجون ولا ديكور فيرميسيل هذاك تاع الالوان. وهنايا ندير بالبانسو مادامها سخونه باش الكونفيتور يذوب، نديرها هكا. لازم كامل نحط لها كامل داير ساير. هكا داير ساير عليها. الان نحط لها هاد فيرميسيل. بسم الله. اللي يحب يدير لها الشيكونه له الاختيار. راهي عندي في الفيديو السابق درتها بالشيكونه، وهذه تاني كاينه وصفه هذه تاع هذه. نزيد نكررها ونعاودها. هذه مسكوتشو، المسكوت واحد كان يسميها. هذه على طريقة أمي الله يرحمها، يرحم جميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. وكذلك هي صدقة جارية عليا وعلى والديا ربي يرحمهم. نقول لكم من فضل، نقول لكم ونعاود لكم ديما التعليق الشباب كيما نتوما، والبصمة ان شاء الله تبصموها في الجنة ان شاء الله. ولكن عجبتكم قولوا لي الشكل، اكيد المذاق تاني مليح. ديروا العبار تاعها او لي ميزور كما نقولوا، ديروهم ان شاء الله تصلح لكم ان شاء الله يا ربي. يا سهله. هنا بعد ما قطعتها الى قطع مثلثات، شوفوا كما جات الله يبارك، اسفنجيه. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. مع كاجو. دائما نكرر ونعيد ونقول لكم من فضلكم ديروا لي تعليق شباب كيما نتوما، والبصمه ان شاء الله تبصموها في الجنه ان شاء الله. ودعواتكم الوالدية بالرحمة إن شاء الله في جنة فردوس الأعلى ولجميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. وأجركم عند الله. لا تبخلوناش بالجام والبارطاج والتعليق، من فضلكم التعليق 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 من فضلكم، والرحمة على والديا. وهذه دائما نقول لكم الأطباق تاعي والحلويات تاعي كامل على طريقة أمي الله يرحمها، وكذلك صدقة جارية عليا وعلى والديا ربي يرحمهم. حنا دوكا عندنا الباتور. كانت هي بكري كانت دير بالفرشيطه وديرها ما شاء الله ربي يرحمها، والله العظيم تجي تهبل تهبل. انا نتعلموا من والدينا.
شاهدكم في الجنة. نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.